من الأدوات المستخدمة واللي بتنجح جدا وبيستخدموها في البوزيتيف سايكولوجي والسي بي تي أدوات كده اسمها ريفريمينج أو ريليبلينج. يعني إيه؟ نغير الطريقة اللي بنسمي بيها الأمور، نحطها كده في إطار مختلف فتساعدنا إن إحنا نقدر نحقق أهدافنا. بدل ما أقول أنا سبت شغلي، أنا فقدت شغلي، طب ما تيجوا نقولها بطريقة تانية، نقولها أنا بقى عندي فرصة إن أنا أكتشف نفسي واكتشف مجالات تانية. بدل ما أقول أنا فاشل وما حققتش حاجة، أقول أنا لسه بسعى وبجتهد بس لسه ما وصلتش اللي أنا عايزه. الشيطان بقى شاطر جدا وعارف إن الاستراتيجي دي استراتيجي ناجحة جدا، وعلشان كده ربنا نبهنا وقال لنا زين لهم الشيطان. الشيطان ما بيجيش يقولك يلا نعمل حاجة حرام، يلا نعمل حاجة غلط، يلا سيب أهدافك وأحلامك وانسى الدنيا وانسى الآخرة وتعالى نروح جهنم مع بعض. الشيطان ما بيعملش كده. زين لهم. الشيطان بيستخدم الاستراتيجي دي، بيغير لك المسمى ويغير الإطار اللي هي محطوطة فيه، فيجي يقولك لا انت عارف السيجارة الحرام دي اللي فيها مواد حرام دي اللي أنا بشربها دي اللي بتعمل لي أحلى دماغ وبتخليني أطلع أحلى شغل. انتوا فاهمين غلط، ده أنا بخدم البشرية أصلا وأنا بعمل كده. انت عارف الست اللي أنا بعرفها على مراتي دي أنا بسببها علاقتي بقت مع مراتي أحسن، بالعكس ده أنا بخدم العلاقة، أنا علاقتي بقت أفضل بكتير مع مراتي لما أنا عرفت واحدة تانية. فيبتدي يغير لك الطريقة اللي انت بتبص بيها على الحاجة ويزينها لك ويخليها تشوف بالعكس ده هي دي اللي هتخليك توصل لأهدافك وللسعادة. بس في الآخر هو لعب عليك لعبة المسميات.